في منطقة يفترض أنها مراقبة بحريا من القوة الألمانية في اليونيفيل، ولا تغيب عنها الدوريات البحرية في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية. عملية اختطاف هوليوودية قامت بها قوات خاصة إسرائيلية على شواطئ البترول. فبحسب المعلومات، وعند حوالي الساعة 3 من فجر الجمعة، قامت قوة خاصة قوامها أكثر من 25 جنديا من بحارة وغواصين بتنفيذ عملية إنزال بحري على شاطئ البترول. وانتقلت القوة بكامل أسلحتها وعتادها إلى شاليه قريب من الشاطئ. وأفادت بعض الروايات أن ثيابهم كانت شبيهة بثياب أحد الأجهزة الأمنية اللبنانية. وهناك تم اختطاف الشخص المعني عبر اقتحام المكان المقيم فيه بالخلع والكسر. وعند استشباه الأهالي بحركة غير اعتيادية في المكان، عمد عناصر القوة إلى الصراخ: أمن دولة، خليكن ببيوتكن. بحسب المعلومات المتقاطعة حول هوية المختطف، هو مسؤول في القوة البحرية لحزب الله ويدعى عماد أمهز، وغادرت به قوات الكوماندوز بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر. لاحقا أكد وزير النقل والأشغال علي حمية أن المختطف هو قبطان بحري لسفن مدنية وتجارية، ويتلقى تعليمه في معهد مدني تابع لوزارة الأشغال، وهو تخرج من أول دورة في العام 2020 وعاد ليستكمل دوراته في أيلول 2024. في البداية تداولت فرضية أن يكون أمهز عميلا إسرائيليا، لكن عملية الاقتحام واقتياده مكبلا والتقارير الإسرائيلية تنسف هذه النظرية. لكن يبقى الأخطر في هذا الموضوع هو أن أي قوة تريد الدخول إلى المياه الإقليمية تنسق إما مع الجيش اللبناني أو قوات اليونيفيل، فكيف استطاعت القوات الإسرائيلية الدخول إلى لبنان؟ هنا أكد وزير الأشغال علي حمية أن الحكومة بانتظار نتيجة التحقيقات، وأن وزارتي الخارجية والدفاع والحكومة اللبنانية سيقومون بالتواصل مع اليونيفيل ومعرفة ما إذا تمت العملية بالتنسيق معهم. اليونيفيل من ناحيتها نفت عن رذائل ناطق باسمها الكلام المتداول، حيث أشارت إلى أن لا علاقة لها بتسهيل أي عملية اختطاف أو انتهاك للسيادة اللبنانية. فكيف استطاعت إذن هذه القوة الإسرائيلية الدخول من دون أن يتم رصدها من الأجهزة المعنية؟